الحمد لله حمدا حتى ترضى، والشكر لله شكرا حتى ترضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. مشاهدينا، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الصيام وأحكامه وأبرز فضائله، وبإذن الله نستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن فقه الصيام. بداية شيخنا، استكمالا لما تحدثنا به في الحلقة الماضية، وقفنا عن سؤال مهم شيخنا: على من يجب الصيام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لمسألة الوجوب أو شروط الوجوب، قضايا الشروط، هنالك تقسيمات على كل مختلفة، منها ما يتعلق بشرط الوجوب، ومنها ما يتعلق بشروط الصحة، ومنها ما يتعلق بكليهما. لكن نحن نجمل إن شاء الله هذا الموضوع، فنقول بأن الصيام يجب على كل مسلم مكلف قادر مقيم، وليس هنالك مانع من أن يصوم، ليس هنالك مانع من أن يصوم. طبعا هذا الكلام يندرج تحته تقريبا جملة من القضايا. فعندما نقول والله الصيام يجب على كل مسلم، يفهم من ذلك أنه لا يجب على غير المسلم. هنا نتكلم عن شرط الصحة. هو الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها، لكن لو أن الكافر أراد أن يصوم لا يصح منه، مع أنه مطالب به ومكلف، لكن ليكون الصيام صحيحا لا بد أن يكون الشخص مسلما. فلا يجب على الكفار بهذا الاعتبار، يعني الكافر لا يصح منه ذلك وإن كان واجب عليه، فيجب على كل مسلم. ثم المكلف يدخل فيها شرطان أساسيان. الشرط الأول هو شرط البلوغ، أن يكون الشخص بالغا. فلا يجب مثلا على الطفل الصغير، بل ربما لا يصح منه، لكنه وكذلك المميز أو الشخص الصبي المميز لا يجب عليه، ولكن يصح منه إذا صام، ولكن يصح منه. يعني البلوغ شرط للوجوب، البلوغ شرط للوجوب، ولكنه ليس شرط لشنو؟ للصحة فيما يتعلق بالصبي. يعني الصبي الذي لم يبلغ الحلم يمكن أن يصوم، ويكون إن شاء الله صيامه مقبولا وأجره لوالديه، ولكن ليس واجبا، لا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن يربى عليه. يعني حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يربون أطفالهم الصغار على التعود على موضوع الصيام. إذن المكلف شرط التكليف يدخل فيه الجانب الأول هو البلوغ، والبلوغ يعرف على كل بعلامات معروفة، منها موضوع الاحتلام، ومنها موضوع الحيض بالنسبة للمرأة، وظهور علامات مختلفة. موضوع العمر قد لا يكون دقيقا، يمكن للإنسان أن يبلغ دون السنوات التي حددت، وقد يبلغ بعد السنوات التي، يعني من الناس من حاول أن يقول 15 عاما واستدل ببعض الأشياء،
التي ثبتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الجهاد من عمر معين. هذه قد لا تكون دليلا قويا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا السن أنه سن البلوغ، أن موضوع رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ وحتى يحتلم، فالاحتلام مسألة منضبطة. هذه المسألة على كل. الشرط الثاني، الشرط الأول شرط الإسلام، الشرط الثاني شرط البلوغ. والبلوغ له علامات في المرأة والرجل، أو في البنت والفتى. أيضا عندنا في موضوع التكليف عندنا العقل. يعني دائما إذا قال الفقيه المكلف يشتمل على هذين الشرطين، شرط البلوغ وشرط العقل. فهنا في شرط العقل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، من ضمنهم وعن المجنون، أو عن المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. فهنا الجنون لا يجب الصيام على المجنون، لا يجب الصيام على المجنون. إذن هذا شرط شرط ثالث. إذن عندنا الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل. فلا تكليف، طبعا كل التكاليف تسقط مع الجنون، الشرط الثالث أو الشرط، إذا اعتبرنا الآن التكليف فيه شرطين، الشرط الرابع هو القدرة على الصيام. شرط القدرة على الصيام أيضا يدخل فيها أشياء كثيرة، منها القادر عكسها العاجز. هذا العجز قد يكون عجز مؤقت وقد يكون عجزا دائما. فمثلا الرجل الكبير الذي لا يستطيع أو لا يقدر على الصيام يسقط عنه الوجوب. المرأة الحامل التي تخاف على نفسها أو على جنينها يسقط عنها الوجوب، ولكن عليها القضاء. هذه قضية أخرى، لكن الوجوب هنا يسقط عنها. المرأة المرضع التي أيضا تخاف على نفسها أو على ولدها، غالبا المرضع تخاف على الولد، هذه أيضا يرفع عنها الوجوب القضاء. نشوف موضوع القضاء، لكن يرفع عنها الوجوب. إذن عندنا موضوع القدرة عكسه العاجز. أيضا عندنا موضوع المريض، فالمريض لا يجب عليه الصيام. المريض لا يجب عليه الصيام. كل هؤلاء لهم علاقة بموضوع القضاء والكفارة وغير ذلك، لكن خلينا الآن نحن فقط نتكلم على من يجب الصيام. الآن ذكرنا وجوب الصيام، تكلمنا عن شرط الإسلام، تكلمنا عن شرط البلوغ، تكلمنا عن شرط العقل، تكلمنا الآن عن شرط القدرة، أن يكون الإنسان قادرا. أيضا من شروط الصيام أن يكون الإنسان مقيما. فالمسافر لا يجب عليه، لكن إن صام يصح منه، لكن لا يجب عليه. يمكن أن يأخذ بالرخصة التي أعطاها له. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن المقيم أو الإقامة شرط في موضوع الصيام. أيضا الخلو من الموانع، نقصد بها أن لا تكون المرأة حاملة أو نفساء أو حائض، لا تكون حائضا أو نفساء، طبعا لا يصح الصيام من الحائض، ولا يصح الصيام كذلك من النفساء. فسيلان الدماء من الطبيعية من المرأة هذا مانع من موانع الصيام. يعني لا تدخل على الصيام وهي على هذه الحالة. وإذا حدث أنها كانت صائمة وجاءها الحيض أو النفاس فتعتبر أيضا بطلة صومها وتقطع الصيام، ولو في الساعات الأخيرة أو في الدقائق الأخيرة يعتبر خلاص. فهذه تقريبا على من يجب الصيام أو الشروط الأساسية التي يجب معها الصيام ويصح معها. بارك الله فيك شيخنا. دائما في بداية شهر رمضان تختلف الأوقات من الشرق إلى الغرب في تحديد هلال رمضان. فكيف نعرف أنه رمضان أتى، أو كيف نعرف، أو كيف نقول أن رمضان ثبت أو أتى؟ طبعا الأحاديث الواردة في موضوع ثبوت شهر رمضان
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة قضايا الشريعة أنها تجري كما يقول العلامة الشاطبي تجري على معهود الأميين، تجري على معهود الأميين، يعني يخاطب الشارع الناس بأشياء بسيطة ومحل اتفاق، ليست محل تعقيد ولا محل إشكال. فربط الشارع جل جلاله موضوع الصيام برؤية هلال رمضان، أن هنالك ارتباط موضوع الزكاة وموضوع الحج وموضوع الصيام كلها مرتبطة بشنو؟ بالأشهر القمرية. فالقضايا هذه كلها مرتبطة بالقمر ومرتبطة بالهلال، والناس تراقب قبل أن يأتي رمضان، تجدها أنها تراقب شعبان، ثم للحج تراقب إيه؟ شوال وذو القعدة وهكذا. فنحن الآن مثلا نتابع، الآن يكون الناس تابعت شعبان وثبت أن شعبان مثلا في اليوم الفلاني، صحيح مش كده؟ يوم 29 أو خلاص أن نقول بكرة 30 الناس حتظل تنتظر إيه؟ تنتظر الرؤية. فربط الشارع موضوع الصيام وثبوت شهر رمضان بالرؤية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 أو فأقدروا له. فأقدروا له، هذه رواية أخرى. فهنا نلاحظ أن ثبوت شهر رمضان يكون برؤية شاهدي عدل. شاهدي عدل، هذا عند المالكية يشترط فيها أن يكون هنالك شاهدين. بالنسبة للحنابلة والشافعية لا يمانعون أن يكون الشخص الذي يرى الهلال ولو كان واحدا، ما دام أنه عدل ومحل ثقة. الأحناف على كل لهم تفصيل في موضوع الرؤية، فهم يقبلون برؤية الواحد في حالة الغيم وليس في حالة الصحو. في حالة الغيم الأحناف يقول والله إذا كان والله ما في غيم، ما في أمطار، ما في كذا، ما يجينا واحد يقول والله أنا رأيت الهلال. صحيح. يمكن أن يراه أكثر، لكن صحيح. لو أن هنالك غيم، المنطقة مثلا الدولة أو المكان يختلف من مكان إلى مكان، في بعض المناطق فيها سحب، في بعض المناطق ليس فيها سحب، يمكن أن نقبل رواية أو كلام الواحد. نعم. على كل هذه عموما حتى المالكية الذين يرون اشتراط الشاهدين يقولون بأن المناطق التي يهمل فيها متابعة الهلال والاهتمام بقضايا المواقيت يمكن أن يقبل رؤية الواحد، يمكن أن تقبل رؤية الواحد. طبعا في مناطق مهتمة بالهلال وعندها عناية بمسألة الرؤية، وفي مناطق لا، أهل بادية ما يهتمون كثيرا مثلا، أو ربما يضعف عندهم المتابعة، فهؤلاء يمكن أن يقبل شهادة الواحد. عموما ما يهمنا هو رؤية هلال رمضان، هذا ما يثبت به رمضان. أن نرى الآن رمضان. المسألة الثانية أن تكون الرؤية متواترة، ليس فقط واحد أو اثنين، أحيانا يأتي 20 و30، يأتي عدد كبير، ورأيت عدد كبير دون أن يقول والله أنا سمعت من فلان، لا، كلهم يأتي ويقول أنا رأيت الهلال. فالمجموعة التي تكون متواترة ويستحيل تواطؤهم على الكذب، هؤلاء بطبيعة الحال إذا كنا نقبل واحد أو اثنين طبيعة نقبل الكثرة غالبة. الكثرة، نعم. في حالة تعذر الرؤية أو ليس هنالك رؤية فإننا نكمل شعبان، لأن نحن شعبان حسبنا له. صحيح، مش كده؟ فنكمل شعبان 30 يوما وبعدها ندخل إن شاء الله على موضوع الصيام. يبقى هنالك خلافات طبعا فيما يتعلق بالحساب والقضايا الفلكية، لكن هذه الآن لا يهمنا فيها كثير، بل نحن نشير إلى أن الإنسان عليه بموضوع الرؤية، وعلى الدول أن تتابع موضوع الرؤية، سواء كانت رؤية فردية أو كانت رؤية ثنائية أو كان رؤية المجموع. هذا هو الأصل. تعذر ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضوع أشار إلى موضوع الإتمام. فإذا الشريعة حددت لك سبيلين أساسيين أو طريقين أساسيين، طريق الرؤية وطريق إكمال عدة شعبان، اللي هو تارة يقول فأكملوا وتارة يقول أقدروا له. هنالك نقطة مهمة في موضوع ثبوت الرؤية، ربما الآن يعانيها الناس في واقعنا المعاصر للأسف الشديد، وخصوصا لكل دولة الآن في ظل غياب الإمام الواحد والخليفة الواحد الذي يجتمع عليه المسلمون. يعني لو في ظل واقعنا الحالي اللي تيسرت فيه وسائط التواصل، فإن حديث صوموا لرؤيته يدل على أنه حيثما رؤي الهلال فالمسلمون على هذا الوضع يمكن أن يأخذوا بخبر من البلد الذي رأى، وخلاص كلهم يتفقون على رؤية واحدة.
لكن الآن في ظل الدول المتعددة، الدول القطرية، ولكل دولة هيئتها، هيئة إفتائها، ولها رئيسها، ولها على كل أنظمتها، وأحيانا تتداخل للأسف الشديد الاختلافات أيضا السياسية بين الدول. في ظل هذا الوضع طبعا هنالك مشكلة فيما يتعلق بثبوت الهلال. صحيح. وقد يرى عند المملكة العربية السعودية، ولكن لا تصوم بهذه الرؤية. المغرب دائما تلاحظ في السنوات الماضية مثلا المغرب عندها، وفي بعض الدول اعتمدت نظام الحساب مثل تركيا مثلا. تركيا ما عندها علاقة كبيرة بقضية الرؤية بقدر ما عندها علاقة بموضوع الحساب، يعني حاسمة أمرها 50 سنة قدام، والله متى يأتي شهر رمضان. صحيح. مثلا. نعم. فهذه الإشكالات على كل نحن ننصح فيها بأن أهل كل بلد الأولى أن يصوموا ضمن ضمن وضعهم الرسمي، حتى لا يحصل هنالك اختلافات داخل القطر الواحد، وخصوصا تواجه إخواننا في أوروبا هذه الإشكالات. فنحن ننصح عموما هنالك المؤسسات الإسلامية التي تحسم هذه الخلافات في كل دولة، وبالتالي على الناس أن يتجنبوا موضوع الخلافات والنزاعات في قضية الرؤية. وهنا يمكن اعتماد موضوع اختلاف المطالع، وأنه يمكن أن يرى في بلد ولا يرى في بلد، فهنا يكون متسع في هذا الموضوع. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية الشروط. ما هي شروط الصيام وأركانه؟ نعم. طبعا موضوع الشروط قد يكون جزء منها تناولته في شروط الوجوب. صحيح. لكن موضوع الأركان تقريبا يعني تحصر في ركنين أساسيين. الصيام أركانه تقريبا الماهية، يعني هم يقولون ماهية الركن الشيء هو ماهية الشيء، بمعنى ما يدخل في صلبه، فإذا لم يتوفر لا يسمى هذا الشيء على ما هو عليه. صحيح. فأول ركن بالنسبة للصيام هو موضوع النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن النية هي التي يتميز من خلالها العادات من العبادات. فمثلا عندنا الآن الصوم فيه امتناع عن الطعام والشراب والجماع، الأشياء الأساسية، هذه الأساسية. طيب، لأن ده الركن الثاني سآتي لي. لكن في قضية النية إيش الفائدة في إنه لما أقول والله أنا أحدد بالنية؟ أحدد في النية أول بين صوم الفرض وصوم النفل. الفرض والنفل. أنا في الصيام عندي جملة في الفروض نفسها، في أنواع من الفرائض تفاصيل، وفي نوافل، مش كده؟ صحيح. طيب، أول حاجة، هل هذا الصوم صوم فرض أو صوم نفل؟ تحدده النية. وهنا طبعا الله يتعبدنا بذلك، إنه نحن إنما الأعمال بالنيات، مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل تفاصيل نوايانا، لكن نحن مهم أن نحدد نوع النية أو نوع العبادة التي نريد أن نقدم عليه. فهل والله أنا مقدم على فرض أم مقدم على نافل؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، نوع هذا الفرض الذي أنا مقدم عليه أنواع، مش كده؟ الفرائض في الصيام، صيام رمضان والكفارات، عندك مجموعة أشياء واجبة، مش كده؟ عندك في الظهار، وعندك في اليمين، وعندك في القتل، في أكثر من 7 أنواع تقريبا فيها هذا الواجب. فأنت في الواجب نفسه تحدد ما هو نوع هذا الواجب. نحن الآن لما يدخل علينا شهر رمضان لا يحتمل إلا حالة واحدة، لأنه واجب لا يحتمل واجبان. يعني لا تستطيع أن تقول والله أنا أصوم رمضان وفي نفس الوقت هذا الصيام بتاعت رمضان داخل فيه كفارة القتل. لا يحتمل إلا واحد. هذا الواجب يسموه الواجب المضيق، يعني وقته لا يحتمل إلا شيئا واحدا. فأنت تصوم رمضان الفرض فقط، ما عندك مجال آخر. طيب، فموضوع النية هذه فائدتها. أيضا بعض الناس قد يمتنع عن الأكل كده عادة، ليس له حاجة في الأكل، ويمكن أن يمر عليه يوم كامل، ويمتنع عن الشراب لأنه ليس بحاجة إلى الشرب، وهكذا. فقضية الامتناع وحدها ليست كافية، لا بد من أنه والله تصاحب هذا الامتناع النية. هذه واحد، الركن الأول. موضوع النية أيضا نبين هنا مسألة مهمة جدا، وهو تريد تصوم رمضان لا بد أن تبيت النية من الليل. وأن تبيت النية بالنسبة لنا الآن في الفقه المالكي تحديدا لا بد أن تبيت النية من أول الشهر. يعني رأينا هلال رمضان، أنت في الليلة الأولى تنوي صيام شهر رمضان. طبعا الشافعية وربما الحنابلة يرون أنه والله يا أخي تجددها كل ليلة، كل يوم تجدد النية. لكن المالكية بشكل عام يرون الصيام المتتابع حكمه واحد،
يعني عندي صيام رمضان متتابع ولا متتابع، عندي 30 صيام الكفارات، بعد الكفارات يشترط فيها التتابع. في بعض أنواع الصيام لا يشترط فيه إيه؟ لا يشترط فيه التتابع. فعند المالكية كل صيام اشترط فيه التتابع تكفي فيه نية إيه؟ نية واحدة نية واحدة ابتداء في البداية. ابتداء، إلا في حالة واحدة أن هذا الصيام ينقطع بسفر أو بمرض أو بغير ذلك، فهنا حالة الانقطاع تجعلك مرة أخرى تجدد إيه؟ النية تجدد النية. نقطة مهمة جدا. تجدد النية عند الانقطاع، لكن ما انقطع أنت بدأت الصيام. لكن مع ذلك نقول والله إذا فعلت أنك جددت النية كل ليلة فقد فعلت ما هو مندوب وما هو مستحب، وخرجت من دائرة الخلاف بين الشافعية والحنابلة في هذه الجزئية. نعم. فنحن عندنا الآن النية، وهو أن نبيتها من الليل. أن نبيتها من الليل بمعنى لا بد قبل أن يأتيك صبيحة رمضان، قبل أن يخرج الفجر لابد أن تكون أنت عزمت النية، لابد أن تكون عزمت. بالنسبة للمالكية يمكن المقارنة. المقارنة بمعنى زي ما أنا والله في الصلاة يمكن النية أن أؤخرها إلى لحظة التكبير، عند المالكية يمكن أن تؤخر النية إلى لحظة إيه؟ الأذان إذا كان بس يأذن مع نهاية الوقت تماما، والشخص نوى بس مع هذه اللحظة، يمكن أن يكون هذا أيضا إيه؟ مقبولا إن شاء الله، ما في إشكال. يعني إما يكون مقارنا للوقت أو قبله. والسحور ما يعتبر من النية؟ في لا. قول كان نعم، لا، السحور هو الإنسان إذا تسحر بنية السحور تلقائيا النية حاصلة، ما في إشكال. لكن قصدي النية باعتبارها عمل قلبي. ممكن واحد مثلا يكون أكل وشرب لكن مش مركز أصلا في إنه والله صحيح. هو صايم، مش إنه في صيام. صحيح. أيوة. فلا بد أن يكون الإنسان ينوي الصيام، وبالتالي أكله وشربه هذا داخل ضمن هذا الموضوع. فهنا نلاحظ بأن موضوع النية لا بد أن يكون نوى وعزم من الليل. بالنسبة للمالكية مريحينك، أنت نويت من بداية الشهر أنك تريد صيام شهر رمضان كاملا، امتداد الشهر كامل، خلاص جددت الحمد لله، ما جددت ولا حرج، فأنت يوميا النية تلقائيا إيه؟ حاصلة. لكن على رأي الشوافعة لا بد أنت كل ليلة تجدد النية. لو افترضنا أنه والله أنت أفطرت وما جددت نيتك، عندهم تعتبر ما محسوب هذا اليوم. واضح؟ فهنا لا بد أن نبين هذه المسألة على وجه التحديد. بعض الناس مثلا ينوي ثم ينسى بعد ذلك، ما في إشكال. أنا خلاص أفطرت، عمل بالأصل. أيوة، حتى على رأي الشافعي أنت أفطرت ولكن نويت بعد كده أنك تصوم اليوم إيه؟ اليوم الثاني بالليل، عزمت على هذا الموضوع. بعد كده والله جامعت زوجتك، أكلت شربت كذا، ما في إشكال. أنت الآن عازم على النية موجودة. فهذه تقريبا في موضوع النية مهم جدا استصحاب هذا الأصل، لأن بعض الناس للأسف الشديد لا ينتبه إلى قضية النية وأهمية هذه النية بالنسبة للشهر. الركن الثاني الذي هو أصل ركين في موضوع الصيام هو موضوع الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما حكم ذلك من ما يلحق بالأكل أو بالشرب أو بالجماع طوال النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هنا طبعا برضو مهم جدا أنبه إلى خلاف الفقهاء في هذه المسألة. المالكية والشافعية يبدو لي هذول رأيهم إنه والله إذا كان الإنسان شرب أو أكل أو جامع ناسيا أو مكرها أو الإكراه هو أن يكون ذاكرا ومختارا. أيوة، أن يكون ذاكرا مختارا. طيب، هنا طبعا المالكية يقول والله يا أخي بالنسبة للشخص هذا الذي أكل أو شرب ناسيا يرفع عنه الإثم فقط، لكن صيامه يعتبر إيه؟ صيامه باطل، وبالتالي لا فسد صيامه ولا بد أن يقضي، لكن الحنابلة هم أيسر الناس على كل في هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليكمل صومه فإنما أطعمه الله إيه؟ وسقاه. ولعموم النصوص التي فيها اللي هو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فموضوع الإمساك عن الطعام والشراب ركن أساسي، لكن منهم من الفقهاء من يرى أن المسألة إذا حصلت بالخطأ أو حصلت بالنسيان أو حصلت بالإكراه
فلا تفسد الصوم، يواصل الإنسان. يعني شخص أكره إنه والله إما أن نقتلك وإما أن تفطر، وهذه للأسف الشديد قد تحصل أحيانا. صحيح. في بعض البلدان، مثلا بعض الأنظمة الدكتاتورية أو بعض الأنظمة الصليبية والعياذ بالله، في جيشها يكون في شخص مسلم ويريد أن يصوم، وأحيانا يكرهونه ويجبرونه على على الإفطار. فوفقا للرأي بتاعت الحنابلة الذي فيه نوع من التيسير، يمكن أن يأكل مكرها ويشرب مكرها، ولكنه يواصل صيامه، يواصل صومه. بالنسبة للمالكية يرون والله أنت صح، أكلت وشربت مكرها أو شربت ناسيا، فتكمل صومك ولكن تقضي بعد ذلك. تقضي بعد ذلك. نعم، تقضي بعد ذلك. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا معنا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. نجدد الترحيب بكم شيخنا، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا، الله يبارك. حياكم الله شيخنا. نستكمل حلقتنا، وتوقفنا عن سؤال مهم شيخنا: ما هي مفسدات الصيام؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. ذكرنا نحن قبل الفاصل موضوع الأركان اللي هو موضوع النية، ثم الإمساك عن الأكل والشرب، وبالتالي مفسدات الصيام سنلاحظ بأنها ستتركز في الركن الثاني اللي هو ركن الإمساك، مع التنبيه على أن عدم النية تلقائيا لم يقع أصلا الصيام. يعني من لم ينوي حتى نتكلم عن فساد الصوم لم ينعقد أصلا لأنه لا فعل بدون نية. نعم، إنما الأعمال بالنيات. لكن موضوع الإمساك هو إمساك عن الطعام، وإمساك عن الشراب، وإمساك عن الجماع وما في حكم ذلك. وبالتالي فإن أول أو أكبر المفطرات أو المفسدات للصيام هو الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى في الصيام أعظم ما يريد أن نبتعد عنه هو المواقعة والجماع. وبالتالي ستلاحظ بأن الشارع تحديدا في موضوع الجماع هنالك كفارة تبلغ تقريبا إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. مسألة كبيرة، وهذه بالنص يعني من جامع أو واقع زوجته في نهار رمضان فهذه كفارتها بالنص وليس بالقياس. يعني إلحاق من أكل وشرب، هذه المذاهب اللي قالت والله أيضا من أكل أو شرب عمدا عليه كفارة ألحقتها بإيه؟ بهذا النص. صحيح. طيب، عندنا الجماع يعتبر هو إيه؟ من أكثر الأشياء التي تبطل أو تفسد الصيام. طيب، الجماع معروف هو إدخال الرجل ذكره في المرأة إدخالا، لا يعتبر جماعا إلا إذا نعم، بغض النظر أنزل أو لم ينزل. بغض النظر أنزل أو لم ينزل، ما دام أنه أدخل جزءا من ذكره اللي تسمى الحشفة، أدخلها في فرج المرأة، فإن ذلك يعد مفسدا للصيام. طيب، هنالك أشياء قد لا تكون فيها جماع ولكنها أيضا تفسد الصيام. مثلا شخص قبل زوجته واستمر على هذه الوضعية حتى أنزل، هنا ما في جماع ولكن في خروج المني، فأخرج المني بطريقة من الطرق، بالمباشرة، أي شكل من أشكال المباشرة مع زوجته، هذا أيضا يفسد يفسد الصيام. ولكن في موضوع الجماع هنالك الكفارة، وفي موضوع الإنزال بغير الجماع ليس فيه ليس فيه كفارة، ولكن فيه القضاء على الصحيح. طيب، عندنا خروج المني بالمباشرة، عندنا أحيانا خروج المني كذلك بالتفكير. وهنا أنبه إلى مسألة، أحيانا بعض الناس تجده مثلا مشغول في معاصي في نهار رمضان والعياذ بالله، يشتغل مثلا بالأفلام ليست جيدة ويحصل فيها الإثارة حتى ينزل هذا الشخص، بطل صومه. ولا بد أن ينتبه الإنسان في أن هذه حالة تبطل تبطل الصيام. طبعا هنا فرق بين أنه والله هنالك تفكير، هنالك تركيز، وبين أنه لا والله أمنع من غير هذه الطريقة. يعني مثل الاحتلام مثلا، أو ما في حكم الاحتلام، خروج المني بالاحتلام لا يوجب إلا الغسل، لكن صحيح. ما فيه إشكال. لكن وبعض الناس قد لا يكون في تركيز، ولكن بأي سبب من الأسباب لم يحصل خروج للمني، فخروج المني لا بد فيه إما شهوة، وإما نوع من المباشرة، أو عملية التفكير المستمرة التي تؤدي إلى الإنزال. هذه كلها تعتبر تعتبر مبطلة ومفسدة للصيام. هذه كلها ندخلها في موضوع البند الأول، هو قضية الجماع وما يصاحب ذلك. لماذا نمشي الآن في القضايا المختلف حولها، قضية المزية أو مثلا مبطلة أو غير مبطلة، لكن خلينا الآن في ما هو محل اتفاق. النقطة الثانية من مفسدات الصيام هي موضوع الأكل والشرب. الأكل والشرب وما في حكم ذلك. قد يكون الإنسان أكل مباشر أو شرب مباشر أو تلقي أشياء تؤدي هذا الدور، يعني كالمغذيات.
أي شكل من أشكال المغذيات يدخل فيه الأكل والشرب. يدخل في الأكل والشرب. أيضا لا أذهب كثيرا في التفاصيل، لأنه عندنا أشياء ربما إن شاء الله نتناولها في حلقات قادمة فيما يتعلق بقضايا ربما لها صلة ببعض الناس يتصورها أكلا أو شربا، وهي ليست أكل ولا شرب. خلينا الآن نقول والله الشراب هو شرب الماء أو شرب الحليب أو شرب الأشياء المعروفة، كل ما هو مشروبات وتؤدي إلى أن تصل إلى جوف ابن آدم، تصل إلى المعدة بالطرق المعروفة يعني. هذا يعتبر أيضا مفسد لإيه؟ مفسد للصيام. المفسد الثالث هو استعمال الإبر المغذية، ملحقة تقريبا نعم ملحقة بهذا. من المفسدات كذلك الحيض مفسد، يعني امرأة دخلت وهي صائمة ما شاء الله، وما كان فجأة في منتصف النهار أو في أواخر النهار نزل الحيض، فإن ذلك من مفسدات إيه؟ مفسدات الصيام. أيضا امرأة كانت حامل وكانت صائمة وفجأة قبل مغيب الشمس وضعت جنينة، أيضا يعتبر إيه؟ هذا فسد الصيام، وتدخل بعد كده في الطرق المعروفة. من مفسدات الصيام كذلك الردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام، شخص كان صائما وارتد تلقائيا. إيه؟ نحن قلنا شروط صحته أن يكون مسلما، فما دام أنه ارتد تلقائيا، ومن يرتد منكم فقد حبط عمله، فالمرتد يحبط على كل عمل. هذه على كل جملة من المفسدات التي ربما مشهورة ومعروفة، لكن تبقى هنالك النوازل الكثيرة التي تحتاج حقيقة إلى تفصيل وإلى بيان. جزء منها متعلق بالبخاخات، جزء منها بالقطر العينية وقطر الأنف، هذه كلها تحتاج منها إن شاء الله إلى تفاصيل. لكن هذه المفسدات الكبرى، يعني موضوع الأكل، موضوع الشرب، موضوع الجماع، الحيض، النفاس، الردة عن الإسلام، استعمال الإبر المغذية تلحق بالطعام والشراب، إنزال المني بالتقبيل أو بالمباشرة، هذه كلها تعتبر إيه؟ أشياء تقريبا مفسدة لصوم الإنسان. بارك الله فيك شيخنا. نعم. شيخنا، بما أنه تحدثنا عن مفسدات الصيام، فما هي مكروهات الصيام؟ نعم، مفسدات الصيام هي القضايا القطعية القاطعة للصوم ومبطلة له، موجبة بعد ذلك إما للقضاء أو للكفارة على حسب حال الإنسان. فمثلا من شرب أو أكل أو جامع عمدا ليس كمن شرب أو أكل ناسيا أو مكرها، واضح، أو جاهلا. قد يكون جاهلا. يعني الآن الثلاثة الأشياء التي ذكرها الحنابلة تحديدا، موضوع أن يكون الإنسان عالما مختارا ذاكرا. هذا الفرق الآن بين المذهبين المالكية. فالحنابلة يرون بأنه والله عشان نقول هذا الشخص بطل صومه لابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاث: أن يكون عالما بأنه يعرف أن والله إذا فعل هذا الشيء يبطل صيامه، لكن شخص جاهل لا يعرف أنه مثلا والله الأكل والشرب يبطل صوم مثلا، صحيح، افتراض ذلك جائز. أو أنه والله إذا قبل واستمر في التقبل كان يعرف هذا الموضوع، هو يعرف فقط الجماع مثلا. فأن يكون عالما، أن يكون ذاكرا أي ليس ناسي. بعض الناس قد ينسى أنه أصلا في رمضان فيأكل أو يشرب. صحيح. أن يكون مختارا غير مكره. فهذه الثلاثة على كل يعني. وحقيقة قولهم وقول الحنابلة قد يكون قويا من حيث الأدلة يعني. بالنسبة لمكروهات الصيام، هو أن الإنسان بعض الأشياء لو أنه تركها يكون أفضل، وإن ارتكبها فصومه يصح مع كراهته، يعني لا يبطل الصيام. فمثلا عندك الحجامة من مكروهات الصيام، من مكروهات الصيام لما ورد فيها من بعض الأحاديث التي على كل فيها أيضا خلاف عريض بين الحنابلة وغيرهم في مسألة هل تبطل الصيام أو لا تبطل الصيام. لكن الصحيح أنها هي من مكروهات الصيام، لأنها تضعف الإنسان وتذهب بقوته، ولذلك يكره على كل الحجامة في نهار رمضان. كذلك يكره تقبيل الرجل لزوجته إذا لم يكن، خاصة إذا كان شابا قويا كذا،
هذا يختلف على كل. لذلك عائشة رضي الله عنها لما أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها في رمضان، وأشارت مباشرة قالت: وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك إربه، أي قادر على أن يمسك نفسه. على كل فيها هذه المسألة زي ما يقول الإنسان فقيه نفسه أو شيخ نفسه، إذا في هذه المسألة بالذات هو يعرف أنه ضعيف أم قوي. فمن الناس من يقبل ولا يتأثر، ومن الناس من يقبل ويتأثر، فيكره على كل موضوع التقبيل. كذلك يكره الوصال في الصيام. لا نقول يبطل الإنسان إذا واصل. الوصال نقصد به أن الإنسان يصوم يومين و3 و4 أيام متتابعة. طبعا بعض الناس يقول لك: يا أخي معقول في زول يصوم، نحن الله يعيننا باليوم الواحد. نقول: نعم، عبد الله بن الزبير كان يصوم 15 يوما متواصلة. الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ويمكن أن يحصل هذا على كل من يقوى عليه، لكن مكروه. هذا الموضوع مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة متابعته عليه الصلاة والسلام في الوصال نهاهم عن ذلك. قال: أنا عندما تروني أصل الصيام إنما أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقين. يطعمني ربي ويسقين. فيكره على كل لغير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما هو مكروه المبالغة في المضمضة والاستنشاق في رمضان. يعني من السنن أن الإنسان في غير رمضان يبالغ في الاستنشاق ويبالغ في المضمضة، لكن في رمضان لا، التقليل من ذلك. ولهذا من بالغ في المضمضة والاستنشاق وبلع شيء من الماء فإن ذلك فسد صيامه. بالتالي لا بد الناس تنتبه في أن موضوع المضمضة والاستنشاق في رمضان لا بد أن يكون الإنسان حذرا فيه حتى لا يخالف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ الإنسان وهو صائم فهو قد جنى على نفسه. أيضا من الأشياء المكروهة خاصة بالنسبة للنساء أو حتى الطباخين مثلا هو ذوق الطعام لغير حاجة. يعني بعض الناس تلقاه ذواق، صحيح. لكن إذا كان لا هو مثلا طباخ أو امرأة مكلفة بموضوع الطبخ داخل البيت، فإن الذوق للضرورة. تريد أن تعرف على الأقل حجم الملح، حجم كذا الأشياء، مدى انسجام الطعام وجاهزيته، فهذا لا حرج فيه، لكن الأفضل تركه. هذه بعض على كل المكروهات التي إن شاء الله ينتبه لها الناس. بارك الله فيك شيخنا، بعد ما تحدثنا عن المفسدات والمكروهات ننتقل إلى أبرز المستحبات وآداب الصيام. نعم، موضوع الآداب وموضوع المندوبات أو سنن الصيام، طبعا هنالك 3 قضايا مهم جدا ننبه إليها الناس. الجانب الأول موضوع السحور. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الموضوع وحرض عليه، ونحن أيضا ننبه من هذا المنبر على أهمية أن يهتم الناس بالسحور. كثير من الناس يقول لك: أنا ما بيهتم بالسحور وأصوم من غير سحور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس ورغب في ذلك، رغب في موضوع السحور، ولو كان تمرات بسيطة، شيء من الحليب، فإن هذا يقوي الإنسان. ثبت سبحان الله عمليا اليوم الذي يتسحر فيه الإنسان واليوم الذي لا يتسحر فيه ليس سواء، خصوصا لو أنك أخذت تمرات مثلا وتسحرت بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من مندوبات ومستحبات يعني بل أشار إلى خيرية هذه الأمة في موضوع أنها تتسحر وتحرص على السحور وتعجل تؤخر السحور وتعجل الفطر. أخروا السحور وعجلوا الفطر. نعم. السنة الثانية والمندوب الثاني هو موضوع تعجيل الفطر. يعني مجرد ما غابت الشمس على الإنسان أن يفطر ولا ينتظر بعد ذلك، لأنه للأسف الشديد بعض الاتجاهات تأثرت ببعض المذاهب زي المذهب الإمامي مثلا، يرون بأنه والله لا يفطرون حتى تخرج النجوم أو ينجلي الليل، ليتأكدوا من الليل. أيوه، وهذه ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضوع تعجيل السحور، تعجيل الفطر. ومجرد أن غابت الشمس فعلى الإنسان أن يعني يفطر، وهذا من السنن والمستحبات. أيضا من الأشياء المستحبة ومن الآداب التي نحرص عليها إن شاء الله في رمضان قضية الدعاء. الإنسان عليه أن يكثر في رمضان من الأدعية
في كل الأوقات، يومه كله يجب أن يكون ذكرا ودعاء وتلاوة وغير ذلك. ولكن ما قبل الغروب تحديدا، قبل غروب الشمس، لو أن الإنسان دعا أو أثناء الإفطار دعا فإن هذا موطن أيضا مواطن الاستجابة. أيضا أن يفطر الإنسان على تمرات 3 أو وتر يعني. فإن التمر سبحان الله من أسرع الأشياء التي تذهب مباشرة ليستفيد منها الجسم. بعض الناس طبعا تجده يذهب مباشرة إلى الأكل وكذا، وهذا طبعا ليس يعني. أعطي المعدة شيئا خفيفا، فإن لم تجد فحسى حسوات من ماء، ما وجدت الرطب ما وجدت التمر فعليك بالماء حتى يتم إن شاء الله استفادة الجسم مباشرة مما تعطيه. كذلك من الأشياء المهمة في رمضان عندنا موضوع، وهذه قد نفرد لها إن شاء الله حلقة خاصة، قضية الأعمال. الآن لا أريد أن أدخل فيها أعمال رمضان وما ينبغي أن نفعله، لكن في أشياء كثيرة جدا تدخل في هذا الباب. نحن عموما الآن في موضوع مندوبات الصيام، عندنا موضوع السحور، عندنا موضوع تعجيل الفطر، وعندنا كذلك الإفطار على التمر، عندنا قضية الأدعية. هذه كلها تدخل إن شاء الله في المندوبات لهذا الشهر المبارك. بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين. oh, oh, oh.